طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده نبتدي. دي علبة ايس كريم، فيها شوية ملح خشن وبرضه كملت بملح ناعم. وبصراحة مش مكفي عندي الملح الخشن، عايز انزل اجيب. ده الملح الخشن ما بيبقاش فيه يود، واليود بيتعب السمك. لكن لو اتزنقت برضه اتزنقت مثلا في الحاجة بتاعة السمك، ممكن تستعمل الملح العادي يعني. طيب السمكة اهي، شايفين الأنثى هي اللي تعبانة شوية، في زي حباية صغيرة في دماغها. أنا هاخد برضو من نفس المية اللي هم فيها. هقوم حاطط لتر، يعني الملح اللي أنا حطيته برضو عشان اللي يعرف المعيار، ده لتر اللي أنا حطيته، لتر مية على حوالي معلقة وربع ملح. يعني دي كمية كبيرة، ممكن تستعمل نص الكمية، عشان انا بس هعمل حمام ملح. اول ما هلاقي السمكة ان هي ابتدت تدروخ مني هشيلها على طول. لكن انت اعمل نص الكمية، مثلا حط نص معلقة ملح عليها. ده يعني اي مرض فطري او اي مرض خارجي انا ببتدي بالملح طالما انا هو في اوله. لكن لو المرض ما تعالجش مثلا بالملح، او المرض كان متطور في السمكة قوي، ببتدي ان انا اعالج بحاجات تانية بقى، الادوية متخصصة اكتر، برمنجانات، بوتاسيوم، في كذا حاجة يعني، في علاجات ياما. دلوقتي تعالى بقى نقيس التي دي اس بقى كام. ده جهاز التي دي اس، زي ما انتوا شايفين. ده 600، حوالي 6000 تي دي اس. ده كتير جدا. انا هزود كمان لتر ميه. كده الموضوع هيكون احسن شويه. هو عموما جهاز التي دي اس معلق دلوقتي. تعالوا بقى نسطول الاسماك. بالراحة جدا عشان الانجل ممكن تكسر له الزعانف بتاعته. هسيبها كده من 5 دقايق ل10 دقايق، هنتابعوا السمكة. تعالوا كده ناخد الكورونا دي عشان نفرخه او نفرخه. طيب كده احنا هنبتدي بس ايه نزرعه. طيب احنا دلوقتي هنبتدي ان شاء الله نزرعه الارتميا. هجيب ميه منزوعة الكلور، هعاير باللتر. طب يلا، واحد، ماله تاني، عدد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10،
هنعمله الموضوع ده في 10 لتر. احنا كده ان شاء الله خليكم معايا، نروح نجيبوا الملح ونيجي. طيب احنا هنا هنستعمل بقى الملح، هناخده لكل لتر معلقة وربع. ادي ده منظر معلقة. الله، واحد، حلو، تاني، معلقة، 3، 4، 5، 6، 7، 10. عايزين بقى نحطوا الاربع دي مثلا المفروض 2.5 معلقة، بس انا هحط مثلا ايه، ممكن 3 معالق او 4 معالق. كده حطينا حوالي 14 معلقة او 13 معلقة. هنبتدي بقى ان احنا هندوب كل الكلام ده. وهو عادي ممكن تستعمل ملح الطعام مع الارتميا، بس طبعا يفضل الملح الصخري، هيكون افضل بكتير. طيب عموما المية برضو اللي احنا بنستعملوها ما بيكونش فيها كلور خالص، لان الكلور هيموت الارتميا. لان انا هحط ارتميا متفقسه على طول. ممكن تحط ارتميا، البيض بتاع الارتميا كانك بتحضر ارتميا، بس هتحط سكرية هواء مع الموضوع ده. اخوانا، انا حابب اشكر كل الناس صحيح اللي ادتني دعم وحافز نفسي بكلام حلو زيهم على الفكرة بتاعت اليوميات. انا بشكرهم يعني، بصراحة بشكرهم. طيب كده الملح داب. وعموما لو انت عايز الموضوع ده بيكون بالظبط يعني، وعامل الموضوع يعني بشكل فيه قياسات وكده اكتر، الموضوع ده الاصول بتاعته ان انت بتحط لكل لتر ميه 33 جرام بروتين، 33 جرام من الملح الخشن. تمام. دوت الارتميا. انا هبطل ده كده شويه. وقفنا الهواء عشان الخرطوم. عايزين بقى ايه، ناخدوا الفوز بتاعنا. نفتحه كده، ناخده حبة. ناخده حبة بقى بالقشر بالبتاع، مش هنستنى اما هي تترص عادي جدا. بصوا، هناخده مثلا ايه، حبة مش ياما يعني. كده كل ارتمية صغيرة هتكبر خلال يعني ايام ان شاء الله. هوريكم اللي كبر ان شاء الله، هما بيتكاثروا يعني في الجزء ده. المفروض ان احنا هنأكل سبورلينا. طيب احنا كده عملنا اللازم. نقفله بقى المحبس. بالمنظر ده. هنيجي هنا نصب الارتميا. هي كده مش هتبان يعني ان لون الكروان نفس لون الارتميا، عموما مش مهم يعني. بس هنحطه بقى شويه اكل. بصراحه مش متذكر حاطط فين الاكل، هدور عليه وهجيلكم. هنا دي بقى جبت شويه ارتميا، بس دي اقراص، انا مش لاقي البودره خالص.
زي كده. مش هحتاج كمية كبيرة يعني. هاجي على كوباية زي دي، بس احنا لو عندنا البودر الموضوع هيكون اسهل بكتير. هنقومه فركنها بالمنظر ده. طيب كده نكونوا خلصنا تحضير الارتمية او التكبير بتاع الارتمية اللي موجودة في فأسة يعني، مش ارتمية صغيرة، مش ارتمية لسه بيض. تعالوا بقى نروحوا نشوفوا الانجن. هي كده قاعدة بقالها حوالي 10 دقايق. هناخدوها كده بالراحة ان هي اساسا متوترة والملح مضايقها، بس يعني زي مبتدئين الدنيا تهدى اكتر. ناخدوا الدنيا دي هنحطوها هنا بقى. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو او فاتكم باي شيء، ما تنسوش لايك واشتراك لو مش مشتركين. خلونا نوصلوا مكان احسن. بس السلام عليكم.